مافين شوكولاتة او كب كيك شوكولاتة بدون حليب. طريقته سهلة قوي ونتيجته تحفة، هش وطري ناجح جدا، حلو كمان للمناسبات، اعياد الميلاد، الولاد ياخدوه معاهم المدرسة. المكونات عبارة عن 3 بيضات، هضيف عليهم نص كوباية عبارة عن سمنة على زيت. تقدروا تستخدموها سمنة بس او زيت بس الزيت مع السمنة بيدي طعم احلى كتير. وكمان معلقة صغيرة مليانة فانيليا سايلة. هضربهم مع بعض كويس لحد بس لما يندمجوا مع بعض، مش عايزة اللون يتغير او ان المقدار يتضاعف، لا، يندمجوا بس مع بعض. بعد كده هضيف عليهم السكر، هستعمل 1.25 كوباية من السكر، سكر عادي حبيبات. هضربه كمان ضربة بسيطة مع البيض والسمنة. وبعد كده هضيف عليهم 2 معلقة كبار مليانين من الحليب البودر. والحليب البودر مع المية، ضفت هنا 1 كوباية من المية الفترة، يعني كمان اهدى من الدافية، نستحمل حرارتها على ايدينا. حلوة قوي، بتدي نتيجة احلى كتير من الحليب. ضفت على المقدار ده 2.5 كوباية من الدقيق الابيض المنخولين، وكمان باكت من كيك شيف، وذرة ملح، و3 معالق كبار من الكاكاو الخام الغير محلى. يبقى المكونات تاني: 3 بيضات، نص كوباية سمنة على زيت، معلقة صغيرة فانيليا سايلة، 1.25 كوباية من السكر، 2 معلقة كبار حليب بودر، 1 كوباية من المية الفترة، 1.5 كوباية دقيق أبيض منخولين، ذرة ملح، باكت كيك شيف، و3 معالق كبار من الكاكاو الخام الغير محلى. بعد كده هبتدي اوزع مقدار خليط الكب كيك اللي احنا حضرناه. شايفين قوامه حلو ازاي؟ بيكون اخف شويه من الكيك. هوزعه جوه ورق الكب كيك ده بعد ما وزعته في قالب الكب كيك، وسخنت الفرن على درجه حراره 180 من تحت بس، هيدخل على الرف الاوسط. الطريقه دي سهله قوي في توزيع الخليط. يعني صبيت المقدار بتاعي في كيس حلواني زي كده، وعملت فيه فتحه صغيره، وبدأت ان انا اوزع المقدار، يعني يدوب المقدار اللي احنا هنحطه في ورق الكب كيك يوصل لنصه بالظبط، مش اكتر من كده. بعد ما وزعته هوزع على الوش شوية من الشوكليت شيبس. ده شوكليت شيبس حراري حلو قوي، وبيكون طعمه احلى كتير من العادي. الكب كيك ده بيدخل الفرن رف اوسط درجة حرارة 180 زي ما اتفقنا، ما بياخدش وقت 10 دقايق ربع ساعة بالكتير بيكون مستوي. مش هنحتاج ان احنا نشغل الشوايه، وبعد ما بيطلع بنختبره اهو بسكينه رفيعه او بالخله. خلاص طلعت نظيفه، بيكون مستوي وحلو قوي، طري قوي ومنتفخ وحلو، وكمان المسامات بتاعته حلوه قوي من جوه، شايفين؟ تحفه. يا رب يكون الفيديو عجبكم وتجربوا الوصفه ان شاء الله وتعجبكم. هستنى رايكم في الكومنتات. ما تنسوش لايك وشير لو عجبكم الفيديو ومتابعه للصفحه. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.